اتكلم. استاذ بكر تقول ايه على الوقفه الاحتجاجيه النهارده يا باشا؟ اقول هو ده الحقيقه اهي، هي دي الحقيقه اللي انت بتصوره، وهو ده الحقيقه، ما اقولش حاجه ثانيه. ايه هي الحقيقه يا باشا؟ ان الاعلام المصري اعلام ضلل الناس او حاول على غير رغبته. خلي بالك من الوضع. استاذه غاده تقولي ايه النهارده للوقفه؟ هقول ان كفايه قاعده في البيت، وكفايه ان احنا مش عارفين نعمل اي حاجه لبلدنا، حتى الاسكندريه لو مش عارفين نعمل حاجه لمصر على الاقل نعمل حاجه لاسكندريه، على الاقل نقول اللي بيحصل. مش معقول CNN والسكاي نيوز وكل القنوات الاجنبيه بتنزل تصور في الشارع عادي جدا، والعاملين في قناه 5
غير مصرح ليهم انهم ينزلوا يشوفوا البلد فيها ايه. الناس بقوا في الشارع يعني بقينا مستهدفين من الناس في الشارع ومتهمين في مصريتنا عشان الاعلام المصري. انا بقول ما ينفعش اللي بيحصل، احنا لازم نكون متسقين مع المجتمع، احنا لازم نكون صادقين، احنا صادقين. السياسه اللي بتجيلنا من فوق احنا مش مسؤولين عنها. احنا متبرئين من الاعلام الرسمي. الاعلام الرسمي لا يعبر عن حال الشعب المصري، واحنا جزء من الشعب المصري وجزء من اللي بيحصل. انا جاي اخد منه هي واحده بس. انا جاي خد منه الصبح. محمد ابو موسى، احنا شغالين في وزاره الاعلام، المفروض ان احنا نعلم الناس باللي بيحصل في البلد. احنا للاسف ما بنعلمهمش باللي بيحصل فينا، بنتكلموا عن اي بلد ثاني غير مصر، مش عارف الناس دي عايشين فين. انا راجل معايا دكتوراه اعلام، لما اتكلم واقول الاحداث اللي حصلت في مصر دي لو الاعلام المصري تناولها باحترافيه كان زماننا على اقل تقدير. احنا اللي بننقل للعالم واحنا اللي بنبيع للعالم هذا الكلام، بدل ما النهارده العالم بيتفرج على شاشات اخرى والشاشات المصريه بعد عنها. تفتكروا بعد الاحداث دي حد هيفكر في الاعلام المصري؟ للاسف ده مش دورنا، المفروض دورنا موجود بس محدش سالنا. احنا الوقفه الاحتجاجيه بتاعتنا اتاخرت اكتر لان الشباب سبقونا بكتير. احنا حلم جيل راح كله في قمع وحاجات كتيره جدا ما كناش راضيين عنها، لكن لان النظام كان بيقول كده. النهارده احنا مع كل الشباب اللي في ميدان التحرير، لكن ميداننا ميدان اخر احنا لازم نقف فيه ولازم نثبت ان اسكندريه دايما هي كانت العاصمه الاولى للثقافه وهتظل. نثبت لاسكندريه ان احنا مش اعلام مهمش وان احنا ناس محترمين جدا جدا. احنا طبعا رافضين الوضع اللي حاصل تماما، واحنا حابين ان احنا نبقى لنا دور كاعلام اقليمي ان احنا نغطي ونخدم جمهور اسكندريه بالشكل اللي احنا شايفينه صح، مش الشكل اللي بيتفرض علينا. حسام السلموني، احنا واقفين وقفه احتجاجيه سلميه تضامنا مع شباب التحرير، واحنا مش اقل وطنيه من الناس اللي ضحت بدمها عشان نعيش في حريه وكرامه. والنهارده احنا ضد سياسات التعتيم الاعلامي والتضليل، واحنا جزء اصلا من الشعب، احنا من الشعب، فالمفروض ان احنا نعبر عن الشعب ولا نعبر عما يملى علينا. احنا ضد التعتيم وضد التضليل، واحنا مع الشعب ومع شباب التحرير لغايه ما ان شاء الله الثوره تحقق اهدافها. أنا بقول إنه لن يتم إجبار إعلامي مصري أو سكندري بألا يحترم وألا يحترم الشعب اللي أريق دمه، ومش قادرين إن إحنا نقول الكلام ده على شاشة التلفزيون. أنا عايز أقول للناس إن الإعلاميين المصريين مش أقل وطنية من اي حد في الدنيا، وان احنا لو كنا راضيين على اللي بيحصل دوت راضيين كان تحت ضغوط. دلوقتي مفيش ضغوط علينا، لازم ننقل الاحداث بالظبط زي ما بتحصل، ان احنا مش اقل وطنيه من اي حد في البلد. وزاره الاعلام المصريه جعلتنا كلنا كاعلاميين مصريين نجلس في اماكننا محلك سر، بينما جميع القنوات الفضائيه الاجنبيه والعربيه تعمل في كل انحاء مصر تتابع الاحداث التي يهتم بها العالم كله. ورغم ذلك نحن كاعلاميين جالسين في اماكننا تذيع وزاره الاعلام المصريه اشياء لا تمت للحقيقه بصله، وكاننا في عالم اخر منفصل عن هذا العالم. وجعلتنا وزاره الاعلام كلنا كاعلاميين رغم خبراتنا وكفاءاتنا وثقافتنا جالسين في اماكننا نشاهد القنوات الفضائيه في العالم كله، لكننا في قنواتنا لا نشاهد اي شيء يمت بصله للاحداث التي تحدث في مصر.
ايوه ايوه. بلادي 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 حبي. اتكلم اتكلم اتكلم.